تعادل الزمالك وبيراميدز، والمستفيد الاكبر هو النادي الاهلي. بيراميدز من ضمن المنافسين للنادي الاهلي على المركز الاول او على صداره الدوري، وكذلك الزمالك هو مهما كان بعيد عن الصداره، مهما كان في المراكز البعيده، ولكنه ممكن في ثانيه يعود للمنافسه. فبالتالي تعادله النهارده هو ضربه جديده للزمالك. فيريرا بمبدا ان هو بيلعب ضد نادي الزمالك. ايوه، فيريرا بيلعب ضد نادي الزمالك اللي هو قاعد كده بسبب الشرط الجزائي. مش عاجبك مشيني، انا هعكلك الدنيا، انا هبوظ لك الدنيا. ومش عاجبك يا سيدي مشيني، والله انا عايز امشي واديني الشرط الجزائي. اللي مستني اي حاجه من فيريرا تسمع في الاخبار جلسات فنيه وجلسات مع اللعيبه لتحسين الاداء الفني، وفيريرا شغال على كذا وكذا وكذا. كل ده وهم وكل ده بيع للوهم. من الاخر فيريرا مش هيأدي اي حاجه، فيريرا مش هيقدم اي حاجه لمصلحه نادي الزمالك. كل اللي هيقدمه هو ضد نادي الزمالك. زي ما احنا شايفين كده نادي الزمالك مفيش اي تطور، مفيش اي لمسه في ارض الملعب، مفيش اي تغيير عن المباريات اللي فاتت، من انتكاسه لانتكاسه، وكل حاجه بتضيع من ايد نادي الزمالك افريقيا ومحليا. ومن الافضل لنادي الزمالك ان فيريرا يمشي ويجي مدرب يليق بطموحات نادي الزمالك وبحجم جمهور نادي الزمالك عشان يحقق اللي هم طالبينه. لكن في وجود فيريرا ما تستناش اي حاجه نهائيا. مباراه النهارده خلينا نقول انها كانت مباراه ممله من كلا الجانبين، تحفظ كبير جدا جدا من كلا المدربين. مفيش اي جمله من هنا ولا اي استعداد من الفرقتين انه عايز يستحوذ على المباراه وانه عايز يهاجم ويفتح خطوطه. الفرقتين كانوا متحفظين جدا جدا وكانهم راضيين بالنقطه الوحيده من المباراه، بل ان بيراميدز جه في الاخر كده وفاق في كام هجمه. ولكن كان فين هواك يا حبيبي من زمان؟ كان فين ده من بدري؟ في الاخر مش هينفع ومش هتلحق والوقت مش هيسعفك. كانت فرصة بيراميدز انه يفوز على نادي الزمالك النهارده. ما هو مفيش فرصة افضل تفوز بيها على نادي الزمالك افضل من الوضع الحالي لنادي الزمالك. هي فرصة اي فريق ان هو يفوز على نادي الزمالك بنتيجة كويسة وبأداء كويس، ويمسك كوره على نادي الزمالك ويعمل جيم فني على نادي الزمالك. ولكن بيراميدز ومدرب بيراميدز ما استغلوش ده النهارده ابدا. باتشيكو ما استغلش ده النهارده نهائيا، ولا لاعب كويس على نادي الزمالك ولا كان جاهز لنادي الزمالك. بل ان الفرقتين غالبا كانوا مرضيين جدا بالنقطه، والنقطه بالنسبه لهم كانت مرضيه جدا جدا، عشان تقريبا نقول ان بيراميدز متساوي مع فيوتشر في عدد النقط، ولكن بيراميدز في المركز الثاني بفضل عدد الاهداف. المباراة النهاردة زي ما قلنا كانت مباراة مملة جدا، مباراة فيها تحفظ كبير جدا، مفيش فيها جمل فنية، مفيش هجمات، مفيش خطورة تذكر على كلا المرميين. الخطورة كانت على استحياء من كلا الفرقتين بغض النظر عن اخر 5 دقائق او الوقت الضايع في نهاية الشوط الثاني وفي نهاية المباراة. مش عارف اقول ايه، ولكن لجمهور نادي الزمالك ما تستناش اي حاجه من الفريق طول ما فيريرا موجود. لعيبه ما عندهاش ادنى احساس بالمسؤوليه، لعيبه مش حاسه بجمهور نادي الزمالك ولا بالمفروض يقدموه ولا بحجم جمهور نادي الزمالك ولا بمعاناه نادي الزمالك والمشاكل اللي بتحصل بره الملعب منتقله لجوه الملعب للعيبه على ارض الملعب. ما تستناش حاجه من نادي الزمالك الا بعد رحيل فيريرا، ودي وجهه نظري وقلتها من زمان. اصلا فيريرا مشطب من بدري مع نادي الزمالك في انه يمشي ويرجع، فدي كارثه اكبر ونتيجه كارثيه اكبر هنشوفها خلال الفتره الجايه في مباريات نادي الزمالك. حلقتنا خلصت، نشوفكم على خير في حلقات جايه. سلام.